السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين وبخير وبصحة. مولد النبوي عليكم يا رب بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه وسلم. ده غدانا بقى النهاردة يوم المولد، الحمد لله. فضل ونعمة، الحمد لله والشكر. غدانا بقى النهاردة لازم يكون يوم المولد كده بنحتفل بيه ونعرف ولادنا يعني ايه المولد النبوي الشريف عليه افضل الصلاة والسلام، وبنتغدى وبنتلم مع بعضنا، وبعدين بقى بناكل الحلويات بعدين. كل سنة وانتوا يا رب دايما بخير. هنعمل بقى محشي كرنب ومحشي بدنجان على فلفل زي ما حضراتكم شايفين، وان شاء الله يا رب يعجبكم واتمنى تجربوا، وان شاء الله يكون المولد النبوي عليكم يا رب بخير ان شاء الله. دي شوربة. طبعا بناخد صلصة من تحت ريحة المحشي وبنحطها علشان يدينا اللون الحلو بتاع المحشي، يعني ما تبقاش شوربة بس لوحدها. دي نفس التخديعة بتاعة المحشي اللي هي عبارة عن بصل وزبدة وملح وفلفل وكمون وقوطة، وبنتسبك على النار. انا كنت مصورة كل ده بس للأسف يعني المقطع ده ما جاش لي زي ما حضراتكم شايفين كده. وان شاء الله فضلة خيركم. ده بط هدية حبيبتي وامي، ربنا يبارك في صحتها يا رب ويديها الصحة. متحرمش منكم ابدا. وده البدنجان بعد ما هو بيستوي على النار، طبعا بنزود الشوربة بتاعته، ولازم البدنجان والفلفل بيبقى النار بتاعته عالية شوية. ده محشي الكرنب، بنكون الشوربة سخنة وبنوطي عليه شوية علشان ما يفكش مننا، وبيبقى بالجمال ده زي ما حضراتكم شايفين كده. ودي التتبيلة بقى اللي هنحط فيها الدكر البط يعني. عبارة عن بصل وقوطة ومعلقة زبدة وملح وفلفل وشوية بهارات صغيرين كده. يعني دايما ما نكترش البهارات للطيور علشان ما تغيرش طعمها يعني وتوديها في مكان تاني يعني. بتبقى ايه يعني على قد كده، فلفل اسود وملح ومعلقة بهارات صغيرة ومعلقة زبدة علشان ما يغيرش طعم اللحمة بتاعة البط يعني. زي ما حضراتكم شايفين كده، وان شاء الله يا رب يعجبكم. وهي فكرته بسيطة جدا يعني. طبعا هو كده بعد ما استوى وما بيبقاش مثلا سواه لدرجة ان هو يبقى مهري يعني، عشان كل ما يكون البط بيبقى فيه ندغة كده بنحس بطعمه اكتر ويبقى جميل بصراحة يعني. وبندهنه كده زي ما حضراتكم شايفين وبيدخل بقى الفرن. حابين نعمل له حتة فحمة نعملها، بس هو الأحسن بقى من غير فحم ومن غير حاجة عشان نحس بطعم البط. بيبقى لحمته طبعا مختلفة، مش زي الفراخ يعني بنشويها ونحط حتة فحم في الآخر وكده، بيفضل على طعمه. وعلشان بقى طبعا يبقى فيه اختلاف يعني. زي ما حضراتكم شايفين كده، وبندهنه معلقة الزبدة دي طبعا بتديله تحميرة كويسة قوي. وان شاء الله بيكون بصل وملح وفلفل ومعلقة بهارات صغيرة. وبندهن بقى كده. حابين نضرب كل ده في الخلاط بنضربه عادي وبنكمله بس كده. وبألف هنا. وده المحشي بتاعنا بعد ما استوى بالبركة كده بنفضيه طبعا عشان هنقعد كلنا مرة واحدة، لكن لو حد تاني هيجي بعدين ياكل بعد اللي هياكله بنعمل حساب بقى ونسيب شوية، بس لو احنا هناكل كلنا بندلقه كده مرة واحدة يعني. وبألف هنا للي ياكل. ويا رب ان شاء الله يكون الفيديو خفيف على قلوبكم ويعجبكم ان شاء الله. والله هو الفيديو كان طويل، وكان الرز والخلطة والخضرة والحاجات دي بس للأسف ما جاتش يعني، ما اتصورتش يعني. والبدنجان لما بيكون كده النار بتاعته عالية والشوربة وحاطين معلقة الصلصة بيطلع كل حاجة على لونه طبعا. وبنحمر بقى لسان عصفور الشوربة زي ما حضراتكم شايفين كده. وبألف هنا للي ياكل، وكل سنة وحضراتكم بألف خير وصحة وسعادة، والسلام عليكم.